السلام عليكم ومرحبا بكم كاملين في قناة خلف الظلام، القناة اللي غادي ناخدكم فيها العالم الغموض، القصص الحقيقية والأسرار المرعبة اللي وقعت في المغرب وخارج المغرب وبقاو الناس كيهضروا عليها حتى لهاد الساعة. أنا من صغري وأنا كنعشق هاد النوع ديال القصص، خصوصا القصص اللي كان جدي الله يرحمه كيحكيها لينا في الليل، قصص واقعية وقصص سمعها من ناس عاشوا الرعب بعينيهم، وحتى هو كانت عنده تجارب غريبة بزاف، ولكن هادشي غادي نخليوها لوقت آخر. وكان ديما كيقول لنا راه كاينين حوايج في الليل الإنسان ما خاصوش يقرب ليهم، وكل مرة كان كيقول هاد الجملة كنا كنشوفوا الخوف في عينيه. أما قصة اليوم فهي من أغرب القصص اللي سمعتها في حياتي، قصة وقعت في واحد المنطقة معروفة في الجنوب المغربي، منطقة جبلية بعيدة على الضوضاء ديال المدن، اسمها تيفنوت نواحي تارودانت. هاد المنطقة في النهار كتبان عادية، جبال ودواوير صغار وطرق خاوية، ولكن في الليل كل شي كيتبدل. الناس تما من زمان كيهضروا على واحد الخربة قديمة بعيدة شوية على الدوار، خربة مهجورة ما كيسكن فيها حتى واحد، وكانوا الكبار في السن ديما كيحضروا الصغار يقربوا ليها خصوصا في الليل، حيث حسب كلامهم أي واحد دخل لهاد البلاصة في الليل كيوقع ليه شي حاجة غريبة. بعضهم مرض، بعضهم تبدل كامل، وبعض الناس اختفاو بلا أثر. في الأول الناس كانوا كيعتبروا هاد الهضرة غير خرافات ديال الدواوير، حتى جا داك الصيف اللي تبدل فيه كل شي. كان واحد الشاب سميتو ياسين، شاب معروف في الدوار، هادي وبسيط وعنده تقريبا 24 عام. كان ديما كيمشي للجبال يصور فيديوهات بالطبيعة حيث كان كيعشق التصوير. وفي واحد الليلة قرر يمشي يصور في الخربة القديمة. الناس حاولوا يمنعوه، واحد الراجل كبير قال ليه ولدي هاد البلاصة ما فيها خير، بلاش تمشي. ولكن ياسين غير ضحك وقال غير إشاعات، وخرج مع تقريبا 11 ديال الليل. كانت الدنيا باردة بزاف والريح قوية والضباب بدا كيغطي الطريق. ياسين كان كيصور بهاتفه وهو كيهضر ويضحك، ولكن ملي قرب للخربة الجو تبدل، حتى الصوت ديال الريح حباس وساد واحد الصمت مخيف. ياسين وقف شوية وحاول يضحك على الخوف ديالو، ولكن فجأة سمع صوت غريب بحال شي حديد كيتجر فوق الأرض. الصوت كان بعيد في الأول ومن بعد بدا كيقرب. ياسين بدا كيدور بالكاميرا ديالو في الظلام، ولكن ما كان باين والو. وفجأة سمع صوت نفس قوي وراه، ضرب بسرعة، ما لقى حتى واحد، ولكن الخوف بدا باين في عينيه. بدا كيتنفس بسرعة وقال كاين شي واحد هنا. وفي ذاك الوقت بان شي ظل بعيد وسط الضباب، ظل طويل واقف بلا حركة، ما كانتش باينة فيه لا عينين لا وجه والو، غير شكل أسود وسط الظلام. ياسين رجع اللور بخوف، ولكن الظل بدا كيقرب بشوية. وهنا الفيديو تقطع. الصباح ما رجعش ياسين للدار، العائلة ديالو تقلقات، الناس خرجوا يقلبوا عليه في الجبال وفي الوديان، ولكن بلا نتيجة، حتى لقاو الهاتف ديالو قريب للخربة. وملي شافوا الفيديو الأخير الرعب دخل كل شيء. الفيديو انتشر بسرعة في الدوار، والناس بداو كيهضروا على قصص قديمة نسوها من سنين. واحد المرأة كبيرة قالت هادشي راه سبق ووقع، وقالت باللي قبل بزاف ديال السنين كان واحد الراجل اختفى بنفس الطريقة، حتى هو كان كيسمع أصوات في الليل وكيقول باللي كاين شي حد كيناديه من بعيد. ومن بعد أيام اختفى حتى هو بلا أثر. هاد الهضرة خلت الناس يعيشوا الرعب،
حتى الكلاب في الدوار بداو كيعويو كل ليلة مع نص الليل. والغريب أن الحيوانات كاملين كانوا كيبانوا خايفين. البقر كيرفض يخرج في الليل، والخيول كتبدا تضرب الأرض بخوف، حتى الأطفال ولاو كيبكيو في الليل بلا سبب. من بعد أيام السلطات دخلت على الخط، جاو محققين للمنطقة وداروا تحقيق وسط الخربة. الناس كانوا واقفين بعيد كيتفرجوا. واحد المحقق دخل الخربة، ومن بعد دقايق خرج وهو مصفار الوجه، كان باين عليه الخوف، ولكن ما قال والو. ومن بعد ساعات جابوا معدات للحفر، حيث لقاو تحت الأرض باب حديدي قديم. الباب كان مخبي بالتراب والحجارة، وكأنه ما تحلش من سنين طويلة. ملي تحل الباب خرجت ريحة خايبة بطريقة مرعبة، حتى الناس اللي كانوا بعيد حسوا بها. المحققين دخلوا بحذر ودازوا تقريبا نص ساعة لتحت، ومن بعد خرجوا هما ساكتين. ولكن واحد منهم قال جملة خلت الناس كاملين مرعوبين. قال: هاد الشي ما خص حتى واحد يشوفه. من بعد هاد النهار تمنع التصوير في المنطقة، وحتى الصحافة ما بقاتش كتهضر على القضية. ولكن الإشاعات ما حبساتش. بعض الناس قالوا باللي المحققين لقاو طقوس غريبة تحت الأرض، وشموع ورموز مرسومة بالدم. وآخرين قالوا باللي لقاو تسجيلات قديمة ديال ناس اختفوا، ولكن ما كاين حتى تأكيد رسمي. المخيف أكثر هو أن الأصوات ما زالت كتسمع حتى اليوم. ناس من المنطقة كيأكدوا باللي مع الثالثة ديال الليل كيبدا صوت الحديد كيتجر فوق الأرض، وكاين اللي شاف نفس الظل الأسود واقف حدا الخربة. واحد الشاهد قال: شفتو بعيني، كان طويل بزاف وما كانش عنده وجه. ومن بعد هاد الحادثة بزاف ديال العائلات رحلوا من المنطقة، حتى الشباب ما بقاوش كيمشيو للجبال في الليل. أما ياسين حتى اليوم ما لقاو ليه لا جثة لا أثر والو، غير فيديو قصير وظل أسود وسط الضباب. ودابا السؤال الحقيقي: شنو كان داخل داك الباب الحديدي؟ وشكون داك الظل؟ وعلاش أي واحد يقرب للخربة كيوقع ليه شي حاجة غريبة؟ واش فعلا كاين شي سر مخبي في الجبال ديال تيفنوت، ولا غير خوف وسيكولوجيا لعبات بعقول الناس؟ الحقيقة حتى واحد ما عارف، ولكن الحاجة الوحيدة المؤكدة هي أن هذا الملف بقى من أخطر الملفات الغامضة اللي تحكوا في المنطقة، ويمكن كاين أسرار أخرى مازال مدفونة تحت الأرض ومازال ما جاش الوقت باش تخرج للعلن. إذا عجبتكم القصة وإذا بغيتوني نكمل ونحكي لكم قصص أخرى أكثر رعبا وغموضا، ما تنسوش ديروا لايك وتشتركوا في قناة خلف الظلام، وخليوا لي في التعليقات واش كتآمنوا بهذه القصص ولا عندكم تفسير آخر. ونشوفكم في قصة جديدة وغموض جديد خلف الظلام.